جوع نص الليل، لو محتاره تعملي اكل ايه وما عندكيش عيش في البيت، تعالي بقى ما اقولك النهارده على احلى بيتزا هتعمليها في الطاسه، سهله وبسيطه جدا وبدون فرن، هنعملها في 10 دقايق، مش هتاخد مننا اي وقت ولا اي مجهود. اول حاجه معايا البوله بحط فيها كوبايه كبيره من الدقيق، عليها معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من الخميره الفوريه معايا ما شاء الله، وذره كده من الملح، واقلب بقى خليط الدقيق كده كويس جدا علشان اخلط المكونات معايا بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. اللهم بارك. وبعد كده مجهزه عندي ميه دافيه يا جماعه، بنزل عندي مقدار الميه كوبايه وربع، نفس الكوبايه بتاعت الدقيق هي كوبايه الميه معايا بالشكل ده، كوبايه وربع من الميه الدافيه علشان يكون قوام العجينه مظبوط جدا معايا. وهوريكم دلوقتي القوام المظبوط دلوقتي للعجينه، لا هي عجينه كريب يا جماعه بس اتقل منها شويه ما شاء الله. شايفين حضراتكم انا دلوقتي نزلت بكميه الميه معايا بالشكل ده، اجهز عندي نص فنجان من الزيت معايا، اللهم بارك. وبعد كده هخلط عندي بمضرب السلك، ادي خطوه الزيت ما شاء الله، اعمل عندي بقى بالمضرب كويس جدا واسيبها ترتاح معايا، غطي عليها لمده 10 دقايق تخمر معايا وهتبقى خطيره. شايفين في ثواني ما خدتش اي وقت خالص. ولو عاوزين تزودوا الكمية اشتغلوا بمقدار الكوباية زي ما حضراتكم شفتوا كده معايا ما شاء الله. شايفين بقى قوام العجينة خطير جدا ما شاء الله. ادي العجينة معايا اتعجنت كويس جدا معايا، بغطي عليها واسيبها لمدة 10 دقايق تخمر معايا هتبقى خطيرة، وفي ثواني هنعمل معانا أحلى ميني بيتزا في الطاسة مميزة جدا اللهم بارك. شايفين حضراتكم العجينة خطيرة. بعد ما ارتاحت معايا بالشكل ده بروح صباها عندي في كوبايات يا جماعة علشان هشتغل بيها زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو. اللهم بارك. عندي هنا بجهز عندي طاسة سخنة على البوتاجاز، لازم تكون سخنة جدا وزي ما هتشوفوا كده معايا ما شاء الله. بس الأول تعالوا بقى موريكم العجينة بعد ما خمرت روعة جدا اللهم بارك. ادي الطاسة بتاعتي سخنة جدا، بعملها عندي كده بشوية كده من الزيت افردهم كويس جدا عندي بالفرشة ما شاء الله، وبعد كده بحط عندي العجينة اللهم بارك. شايفين بقى بصبها بالشكل ده خطيرة جدا وعلى نار متوسطة بتستوي معاكي، بيبقى معاكي أحلى ميني بيتزا هنعمله دلوقتي مميز جدا. حابة بقى تغطي عليها وهي بتستوي مفيش أي مشكلة خالص، تسيبيها مكشوفة كله بيطلع مميز جدا ما شاء الله، يعني مفيش حاجة هتبقى صعبة عليكي أبدا اللهم بارك. شايفين حضراتكم ادي يا أحلى بقى متابعين، يا رب كده يجعلنا صحبة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبكده بقى قلبتها على الوش التاني ما شاء الله واسيبها بقى تستوي معايا مع رشة بقى صغيرة كده من الزيت معايا. على فكرة يا جماعة الفطاير دي مشبعة جدا وخفيفة ولذيذة جدا، الولاد عندكم هيحبوها جدا ما شاء الله. ادي اسيبها بقى بعد ما تستوي معايا بالشكل ده على الناحية التانية، بروح قلباها كمان واشتغل عندي فيها ما شاء الله. شايفين حضراتكم هنا بقى قلبتها على الناحية التانية اللهم بارك. ولو الطاسه معاكي احتاجت شويه من الزيت بتزودي عادي مفيش اي مشكله خالص. هنا بقى بروح جايبه عندي كاتشب سبايس يا جماعه، بروح فرداه كده عندي ادي بالاكياس اللي هي الصغيره اللي بتنباع في السوبر ماركت بتبقى جميله جدا ما شاء الله. ادي بفرده بعد كده بحط عندي قطع من اللانشون زي ما حضراتكم كده شايفين، ادي ده لانشون الزيتون يا جماعه، وشويه بقى كده من خليط الجبن الخطيره معايا النهارده. ادي ما شاء الله فردت كده كمية جبن كده مميزة جدا معايا اللهم بارك ادي. وبعد كده بغطي عليها علشان خليط الجبنة يسيح معايا وبيبقى مميز ما شاء الله. اسيبها لمدة دقيقة واحدة ادي بقت ممتازة جدا معايا. دلوقتي بقى هصفيها كويس جدا عندي كده من الزيت واطلعها عندي بتبقى مميزة اللهم بارك. شايفين الروعة، شايفين الجمال ما شاء الله، وفي سهولة عملناها ما خدتش اي وقت خالص. تعالوا بقى نعمل كمان معانا ميني بيتزا ما شاء الله. بزود عندي بقى كده شوية من الزيت كمان ما شاء الله، وبصب عندي بقى ايه كوباية كده من البيتزا مميزة جدا، وبحاول بفرد عندي العجينة بالشكل ده ما شاء الله علشان تاخد راحتها عندي في الطاسة بالشكل ده ما شاء الله، وبتستوي بتبقى مقرمشة جدا ومميزة اللهم بارك.
ارجع اغطي عليها بقى زي ما حضراتكم كده شايفين، واسيب عندي الرغيف يستوي. ما شاء الله، شايفين القرمشه، شايفين الجمال، مستوي كويس جدا معايا، والجبنه مديه طعم مميز جدا يا جماعه للميني بيتزا، سهله وبسيطه وفي ثواني هنعملها. ما شاء الله. ادي هنا بقى استوى من تحت كده، وبعد كده بقلبه عندي على الوش التاني. ما شاء الله. بكمل بقى الخطوات معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ما شاء الله، بسهولة جدا عملتها وفي ثواني يا جماعة. بزود عندي بقى شوية كده صغيرين من الزيت، وبجيب برضو الكاتشب معايا واحط اللانشون ومع الجبنة الموزاريلا. ودي بقى الحشوة بتاعتي النهاردة. حابة بقى تحطي مكانها فلفل، حابة عندك لحمة، صدور فراخ، مفيش أي مشكلة خالص، هتقفي عليها. عندك صدقي كمان تحطيه بيبقى مميز جدا. أي حشوة حتى لو جبن بس يا جماعة مع فلفل أخضر كده، ما شاء الله بتبقى مميزة جدا وخطيرة. اللهم بارك. ادي حطيت عندي اللانشون كمان، وحطيت كمان عندي الجبنة الموزاريلا، واسيبها تستوي بقى معايا، وهطلع معايا أحلى ميني بيتزا. ما شاء الله. أنا بوريكم يا جماعة كل خطوة، اللهم بارك، علشان تطلع من إيدك يا ست الكل مميزة جدا. اللهم بارك. شايفين حضراتكم ادي استوت وبقت مقرمشة جدا، اللهم بارك، روعة وخطيرة، والجبنة سايحة فيها كده جواها، طعمها خطير. ادي زي ما حضراتكم كده شايفين بكل سهولة. هنعمل كمان، هي عملت معايا 3 كوبايات يا جماعة. العجينة أنا عملتها عندي في 3 كوبايات. ادي بقى دي آخر 3 كوباية معايا، هصبها عندي بالشكل ده وهفردها عندي بالطاسة. ما شاء الله، هوزعها كده في الطاسة كده معايا. ادي شايفين حضراتكم شكل العجينة خطيرة جدا. شوفي بقى لو انت بقى اولادك جعانين كده وما حداكيش عيش، هتتصرفي بكوباية دقيق واحدة، الولاد هياكلوا وانت هتاكلي كده، وحاجة كده هتبقى مشبعة ولذيذة جدا، والولاد هيطلبوها منك بكل سهولة. ادي بقى اخر معايا ميني بيتزا معايا بالشكل ده، هظبطها برضو معايا ما شاء الله زي ما احنا عملناها قبل كده، واسيبها بقى الجبنة تسيح جواها. ودلوقتي بقى هنقدم معايا احلى ميني بيتزا مميزة جدا وسهلة وبسيطة، ويا رب كده تجربوها وتعجبكم، واتمنى ان كل وصفاتكم تعجبكم. ويا ريت تقولوا لي في التعليقات بتحبوها باي حشوة معاكم. ما شاء الله، علشان طبعا نجربها مع بعض. ولازم طبعا يعني احنا بنحب الاكلات السهلة البسيطة والمميزة جدا لينا ولاولادنا. ما شاء الله. شايفين يا جماعة دي بقى لو حبينا نشتريها من بره، شوفوا بقى سعرها بيبقى قد ايه. لا ده احنا بقى اكلاتنا كلها اقتصادية وموفرة جدا. شايفين بقى احلى تقديمة للميني بيتزا، خطيرة جدا ومميزة. شايفين التسوية يا جماعة من كل جنب معايا مميزة جدا وسهلة وبسيطة. تعالوا بقى نقطعها معايا بالشكل ده. ما شاء الله. ادي بقى احلى قطع بيتزا معايا خطيرة. شايفين يا جماعة ادي اقطعها عندي سمبوكسات كده بالشكل ده. ما شاء الله. ادي يا رب ديمها نعمة علينا جميعا ببركة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين يا جماعة سمك العجينة، شايفين مستوية قد ايه، لذيذة جدا وسهلة وبسيطة. شايفين خليط الجبنة سايح معايا ازاي. اتمنى فعلا ان انتوا تجربوه، ويا رب كده بألف هنا وشفا عليكم جميعا. ويا ريت تقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.